في عودة تجاوز كل الخطوط الحمراء قدم مجموعة من الشباب مسرحية جريئة بعنوان بصي، تناولت المشكلات التي تواجهها البنات والسيدات في الشارع. المسرحية تعرضت بشكل خاص جدا لمشكلة التحرش وصمت المجتمع نحوها، كما تعرضت للضغوط العديدة التي تواجهها كل أنثى في مصر. انت ايه اللي وداكي هناك؟ لما بسمعها بحس ان هما مش شايفيني غير جسمي لازم يتغطى، وانا ماشيه في الشارع ببقى نفسي اقطع جسمي كده وكده، ودايما مركزه معاه مش في السكه، بص عليه يا ترى هيعمل حاجه ولا لا، هيبص بس ولا هيتكلم ولا هيلمس، بعرف من لغه جسمه هو هيعمل ايه بالظبط. هل انتوا يعني كنتوا دايما بتتكلموا عن التحرش ولا دي اول مره في بصي تتكلموا؟ لا، بنتكلم عن التحرش لان عامه هي يعني عن البنت، يعني فكره عن البنت، ومؤخرا بندخل فيها كمان علاقه الولد بالبنت في المجتمع او الشاب بالفتاه في المجتمع المصري، وهي مشاكل البنات او احد مشاكل البنات الرئيسيه اللي بتتكرر كتير موضوع التحرش الجنسي. كان في استخدام لالفاظ ممكن الواحد ممكن الناس تعتبرها خارجه وكده، انت شايف ان الجرأه دي مطلوبه ولا ما كانش لازم ولا؟ انا اقول لك يعني احنا العرض بتاعنا في حاجه مميزه جدا، ان دي قصص حقيقيه ما فيهاش فيها اي فيكشن او فيهاش اي دراما او حد كاتب، فدي قصص حقيقيه من حياه الناس بتبعتها زي ما هي، احنا لا نملك ان احنا نغير فيها، يعني انا لا سندس كاتبه، سندس مخرجه، واحنا ممثلين لا نملك ان احنا نغير فيها، مش من حقنا، فاحنا احتراما للي كاتبها لازم نعرضها زي ما هو عاملها. تاني حاجه هو ده الواقع، هو ده اللي بيحصل في الحقيقه، يعني ده اللي بيحصل، ده اللي بنات بتتعرض له، ده اللي اخواتي بيتعرضوا له وامي واختي، يعني كل البنات في مصر بيتعرضوا له، فاحنا لازم ننقله زي ما هو بالظبط، احتراما لتجربه الشخص واحتراما للي هو كاتبه. يعني انت شايف ممكن مثلا يكون جزء من المشكله ان الناس ما بتتكلمش بصراحه زي ما انتوا اتكلمتوا؟ الناس ما بتتكلمش بصراحه طبعا، يعني احنا للاسف في حاجات كتير ما بنتكلمش فيها، وحتى في جزء القصه في الاخر عندنا تقول ايه ده ما اتكلمش دلوقتي او ما حدش عايز يسمعني، لا هو يعني مفيش حاجه اسمها ما اتكلمش دلوقتي، البنات فعلا عندهم مشكله ان هم يمارسوا حياتهم العاديه، ينزلوا يروحوا الشغل ويخرجوا يعملوا اي حاجه، لان هم بيتعرضوا لمضايقات مستمره وبتزداد مع الوقت. لكن محمد محمود وقت احداث محمد محمود الضرب والصريخ والقتل والغاز، فجأة حسيت بيك بتحاول تقتل جزء مني، معرفتش انت مين، كنتش قادر حتى امد ايدي امسك بيها ايدك، محدش سمع صريخ لاني اصلا ما صرختش. لما نفس الموقف تاني اتكرر عند مجلس الوزراء بقيت بنزل ومعايا سكينه بحطها ورا ظهري عشان لما مش وقته. صح، هو فعلا مش وقته، انت معاك حق، لازم كلنا نركز في الثوره، بس طالما كده بقى يبقى انا كأنثى مش هنزل الشارع تاني، مش هنزل اتظاهر ولا هروح التحرير ولا هنزل اروح الشغل ولا هجيب طلبات البيت. انزلوا انتوا بقى. هو انا ما كنتش بمثل، كنت كاتبه حاجات كتير وهم صحابي فبعتها لهم وكذا، وبعدين ما اعرفش يعني لقيتني بالوقت بحضر معاهم، انا كنت بحضر معاهم عشان هم صحابي وبشجع وبتاع، بس واحده من القصص بتوعي انا شخصيا، فكنت اكتر واحده حاسه الحاجات قوي، وكنت بقعد اشرح الموقف وهنا حصل ايه بالظبط وهنا حصل ايه كذا، فطلعت قلتها بنفسي. 99.9% او اكتر من الرجاله في مصر ما بيعدوش انثى بالغه او مش بالغه الا لما يعملوا الكشف ده بالترتيب ده، الا لو كان في حاجه طبعا باينه وبالتالي بيكون التركيز عليها. طبعا مش هحكي لكم عن المعاناه مع المدام لان ده باختياري، انا مين هجيب واحده وغيرها قلبت تبقى واحده ثانيه، يعني انت من الاخر بتاخد قلم على وشك مع كل واحد يبص عليك خلاص، وبعدين انت ماشي في الشارع شرس جدا عامل زي الكلب البلدوج بتجر شكل اي حيوان تاني. بس صدقني لو انت كرم جابر مش هتقدر تمنع الاقلام دي. مش مهم بقى هي لابسه طايت ولا عبايه، مش مهم انت في الجونه ولا في البراجيل، مش مهم اي حاجه الحقيقه، لانها في النهايه هتفضل بالنسبه لهم نتايه. وهتفضل انت بتاخد في اقلام وتقول لي مرتاح؟ ارتاح ازاي يا جدع؟ رفيع بس يا عم انت بقى. انت ايه رايك في فكره ان عرض يتم عن مشكله التحرش في مصر؟ يعني هل ده مهم ولا؟ ما كنتش شاركت فيه لو ما كنتش عارفه ان هو مش مهم، يعني اكيد شايفه انه مهم. السؤال ليه مهم؟
مهم عشان احنا مجتمع بيستخبى طول الوقت، ويعني كلنا عارفين بس محدش بيقول لحد، كل واحد عارف لوحده. ففكرة ان احنا نقول ده بصوت عالي انا شايفاها مواجهة مهمة. مامتي اول مره تحضر بوسي واول مره تسمع الكلام ده في حياتها، يعني القصه بتاعتي او كل القصص، هي دلوقتي قاعده بتعيط. فانا حتى بقول لها ماما انت بتعيطي عشاني؟ قالت لي عشانكم كلكم، اللي هو يعني انا فاهمه انتوا بتتعكسوا بس مش فاهمه انه كده. فاحنا محتاجين نقول ده بصوت عالي عشان نعرف نعالجه، يعني اول بدايه حل اي مشكله ان احنا نعترف بيها.